اسم برز بشكل كبير خلال فترات سابقة في مجال كرة القدم المغربية من خلال إشرافه على مجموعة من الأندية والمنتخب الوطني. مسيرة الرجل حافلة بالعطاء وباحترافية كبيرة. الالتفات إلى عبد الله السطاتي أولا احترام لتاريخ الرياضة الوطنية، احترام لتاريخ كرة القدم الوطنية أساسا، واحترام لرجل أعطى الشيء الكثير وبصم مساره التاريخي بمحطات مشرقة ومحطات جميلة. من هو عبد الله السطاتي وكيف نتناول شخصية عبد الله السطاتي؟ عبد الله السطاتي اللاعب المحترف من الراعي الأول الذي مارس كرة القدم في عالم الاحتراف وأقنع أوروبا من خلال نادي بوردو، واحترف وساير الطقوس ديال الاحتراف. عبد الله السطاتي العائد إلى المغرب بعقلية الاحتراف وما نهل من الاحتراف لينقل تجربته الاحترافية بالانضباط بكل الأمور الجدية والجادة، الحق والواجب في عالم الاحتراف، ليشتغل في المغرب وليؤثر أبناء المغاربة آنذاك في الستينيات. السي عبد الله السطاتي مع كل اسف ما لقيتش الكلمات اللي تليق بالسي عبد الله السطاتي. السي عبد الله السطاتي كل ما غادي نقول فيه دابا يعني قليل وبزاف. السي عبد الله السطاتي غادي يكون احسن اونترينور في العالم العربي والافريقي. علاش؟ حيت هو واحد من الناس اللي وصل اول فريق مغربي عربي افريقي لكاس العالم. اذن ما كانتش شي فرقه عربيه ولا افريقيه معانا، كان المغرب بوحده. ترك عبد الله السطاتي رصيدا زاخرا بكرة القدم المغربية. استطاع أن يؤسس لفلسفة جديدة في تدبير الفرق الوطنية بحمولة احترافية. أقنع مسؤولي الأندية بضرورة الاعتماد على القاعدة وعنصر الشباب لتجديد الهياكل وبناء المستقبل، وهي منهجية صنع بها الحدث والتاريخ ولا تزال ناجعة إلى الآن في مجال كرة القدم المغربية والعالمية. عبد الله السطاتي عندما دخل إلى المغرب التحق بفرق من بينها المولودية الوجدية وأيضا المغرب فاسي لاعبا ومدربا. وكان هم عبد الله السطاتي آنذاك أن يندمج وأن يبصم أيضا هذه المرحلة مع الفريقين الوجدة وفاس. وجد الفريقين آنذاك في مرحلة ما غاديش نقولوا على أن اللاعبين شاخوا، ولكن اللاعبون تقدموا في السن. فعبد الله السطاتي كانت له الجرأة آنذاك كلاعب يؤمن بالاحتراف أن يسرب إلى المسيرين ديال الفريقين آنذاك الإيمان بتشبيب الفريق. الرياضة بصفة عامة دابا باش ولات يعطيوها أهمية كثيرة هو الجانب البيداغوجي والبسيكولوجي، وغالبا هاد الخصال كتكون عند الناس اللي قراو. هذا نوع من علم ديال معرفة الإنسان قبل أي عمل، فهو كانت عنده هذه. ولكن منين جاتو؟ ماشي جاتو هكاك بالصدفة. قليل لك تعرف بأنه كان معلم بالفرنسية وبالعربية كذلك، وكان من طراز ديال المعلمين آنذاك اللي قيل في حقهم قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا هو السي عبد الله السطاتي. فأينما حل عبد الله السطاتي إلا وكيكون هناك تشبيب، اعتناء بالمواهب، بالطاقات الشابة، بالفئات العمرية الصغرى، واشتغل في هذه الفرق، إضافة إلى فريق ديال الجمعية السلاوية، فريق النهضة الرياضية السطاتية الذي يحمل الاسم لأنه استقر في مدينة سطات ولا زال العائلة ديالو والشقيق ديالو هناك في مدينة سطات، وأعطى أشياء كثيرة لمدينة سطات. شارك مع النهضة الرياضية السطاتية في عدة منافسات وأحرز معه ألقاب في البطولة الوطنية، في الكأس ديال المغرب العربي. حينما التحق
بالوطن الأم المغرب، درب ولعب أولا وأسس. كانت الفريق ديال بدا بالفريق ديال وجدة، والغريب في الأمر هو أنه كان لأن ذاك الفريق وجدة كان من الفرق الكبيرة، ولكن اللعابه بداو كيكبروا، وملي جا هو لقى الفريق شاخ، فعليه باش هو اللي استطاع يدير فريق جديد لوجده كذلك من الشبان، كما فعل في فاس. مدرب فاس ثاني لقى الفريق انه شاخ وبدا معهم كلاعب وكمدرب. عبد الله السطاتي أنذر حياته خدمة لكرة القدم الوطنية. عبد الله السطاتي من القطينة ديال عبد القادر الخميري، العربي الزاولي، الصويري في القنيطرة، قاسم بنونة في مكناس، وكل هاد الرجال الذين أنذروا حياتهم واللي كيتصنفوا في واحد الخانة ديال الزهاد وديال المتصوفة، لأنهم اختاروا الاعتناء بأبناء الآخرين. عبد الله السطاتي إما في ملعب أو في فضاء فارغ يبحث عن السيقان المبدعة. عبد الله السطاتي وراء اكتشاف واحد العدد كبير ديال النجوم، من بينهم الحارس المرمى ديال فاس الهزاز اللي نشافوا في الحي وجابوا. عبد الله السطاتي هو الذي نصح الوداد عندما ذهب المرحوم بو محمد الخلفي ومعاه خالد البري ومعاه عارف، مشاو باش ياخذوا واحد حارس مرمى من الجمعيه السلويه، وكان عبد الله السطاتي يؤطر الجمعيه السلويه. قال لهم هذا الحارس المرمى اللي جيتوا تاخذوه، انا عندي واحد الوليد باقي صغير ولكنه موهوب وعنده المواصفات ديال حارس مرمى واعد، بالقامه ديالو وبالطول ديال اليدين ديالو، وايضا بالعشق ديال كره القدم اللي هو بادو زكي. ونصح الوداد بنقل بادو زكي من سلا الى الدار البيضاء. السي عبد الله السطاتي كان من اللعابه المميزين الكبار في مستوى العربي، بومبارك الله يرحمه، عبد الرحمن بن محجوب الله يرحمه، عبد السلام الله يرحمه، الشتوكي، حميد، بهيجه، وسير. ولكن كان هو دائما مميز انه اللاعب الانيق، اللاعب المربي، اللاعب اللي تعطي مثال ديال تاع مسلم السي عبد الله السطاتي. وكان بحر يعني بكل مع كل احتراماتي كان لو بورت درابو دو فوتبول عرب. اول مره غادي نعرف السي عبد الله السطاتي في كاس العالم، اقصائيات كاس العالم 70. غادي يجي واحد السيد مع كليزو تيقدموا لنا تيقول لنا عبد الله السطاتي، وبدا تيعاود لنا على الهيستوريك ديالو. كان لاعب كبير، كان ولكن ما قالش لنا راه انساني في الانسانيه كبير، ما عارفين شنو. المهم كان ان نوم دو ديسيزيون، رجل قرارات. كان الا قال كليزو لعب هذا اللعب هنا وحيد هذا ولعب هنا، هذيك الريزولتات، هذاك المباراه تعطي الثمار ديالها بداك اللاعب اللي دخل السي عبد الله. كانت عنده واحد شوفة الاستاذ لو دو ماتر. سي عبد الله، نحن سعداء باستقبالك كضيف برنامج مشاهير. يعني سي عبد الله، نبدا معك من مركب محمد الخامس. نعم. هذه المعلمه التاريخيه. نعم. اش ممكن تقول لي انت تدخل باش تستحضر واحد الجانب من التاريخ ديالك؟ طبيعه الحال، لان الرياضه هو واحد الحقل يعني كبير تجمع فيه جميع الفضائل، والرياضيين الموجودين المغربيين. المغرب عنده دور ديالو من زمان، لان للاسف ما كانش الاحتراف، لان ضيعنا ايام اللي خص يكون فيها الاحتراف.
الاحتراف شيء جميل نهضروا على الاحتراف. او نصف الاحتراف. نعم، شيء جميل نهضروا على الاحتراف. نعم. انت احترفتي في بوردو. نعم. وجيتي للمغرب. نعم. هضر لي على الاحتراف ديالك في بوردو والمجيء ديالك للمغرب والتجربه والبصمه ديالك. الاحتراف لان اللاعب هو مضمون بانه عنده عمل ديالو يومي. التدريب يعني مثلا من 10 حتى 11 وفي من بعد الربعة حتى الخمسة، لأن اللاعب محترفين، لأن الاحتراف راك شيء الرياضة ديال الاحتراف ماشي بحال ديال الهواة، ولو كيكونوا الهواة عندهم قيمة باش يكونوا قادرين يلعبوا مع المحترفين.